بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح القشطة، صباح التفاؤل الجميل. النهاردة الاثنين 22 يناير سنة 2024. طبعا أنا بعد عودة بقالي فترة 8 أشهر أعتقد على اليوتيوب. رجائي دعمكم للقناة يا جماعة. وأنا هدفي ونيتي إرشادكم. ماشي، طبعا أنا مش دكتور ولا متخصص. أنا بقول تجربة شخصية. شاب 60 سنة الحمد لله، شغال على نفسي بقالي 21 سنة. أكل صحي، الأكل الصحي الواعي الروحاني الحمد لله ناجح في تجربتي الشخصية، لأني متحدي نفسي وبحب نفسي ومتجوز نفسي ونفسي هي أمي وأبويا ونفسي هي بيتي. لأن الحمد لله الإنسان لما يوصل لرحلة الوعي يكون واعي. الوعي مش محتاج ولا دراسة ولا شهادات ولا معلومات ولا أي شيء، لأن الواعي مدرك وحاضر ويقظ ومراقب ومنتبه، لأن الانتباه يعني فعلا هو مفتاح الحياة. فالإنسان لازم يكون منتبه في كل لحظة هو بيعملها. فأنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه إن أنا بعيش اللحظة. طبعا هتكلم على الأكل الصحي. طبعا أنا بدأت، يمكن التجربة دي يمكن أنا عملت فيديو وحطيت عليهم الأكل من شوية كده، لأن كنت عامله على التيك توك. وأنا طبعا بقالي سنة وشوية عامل قناة على التيك توك برضو باسم حاتم بازان. طبعا القناة دي على اليوتيوب أنا عملتها في 2013 وقفلتها وفتحتها تاني، لأن بعض الناس هاجموني عشان أنا أول مصري أو أول إنسان مصري كنت عملت صيام المية. طبعا هطول شوية ومعلش يعني إيه، استحملوني. فأنا بتكلم من جوه، أنا بتكلم من جوه من قلبي معايا، فعايزين تنصتوا بقلبكم. كل كلامي على الداخل وليس على الخارج معايا. فأنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت للسلام النفسي والروحي والسلام الداخلي وراحة البال، وده أهم شيء جدا، أهم شيء، لأن الإنسان قرب لربنا قوي. طبعا أنا مش مرتب ولا بحضر ولا بذاكر فالكلام بيطلع كده تلقائي الحمد لله. يعني بتكلم من قلبي، حتى يوميا يوميا بعمل على التيك توك لايف يوميا، تمام، وبقول كل يوم محتوى جديد من الداخل. فعشان ارجع لموضوع الواحد ازاي يفضل شباب طول عمره، انا بقول ما فيش حاجه اسمها موت، ولا في حاجه اسمها غربه، ولا في اسمها حاجه اسمها وحده، ولا في حاجه اسمها قلق، ولا في حاجه اسمها شيخوخه. كل ده وهم، لان الحياه وهم ولعبه وحلم. الحياه كده، فانت الحياه، والحب هو الذي يبقى. لان انا عندي مبدأ في حياتي، تمام، الحب الالهي اللامشروط المطلق. قلبي مفتوح للحب 24 ساعة الحمد لله. لأن الإنسان أهم شيء التفكير الإيجابي بيعالج جميع الأمراض، أفكارك ومشاعرك، وأنت اللي متحكم مش حد تاني. يعني حد يقول لي متنرفز متعصب، لا، أنت المسؤول. فأنا هتكلم الأكل الصحي اللي أنا باكله. أنا طبعا يمكن الوحيد في العالم ما سمعتش حد بعمل التجربة صيام عن التلفزيون. يعني حد كاتب لي صيام التلفزيون، انا ما بتفرجش على التلفزيون، مش عايز اقول نهائيا عشان اكون صادق معاكم. قليل لما اكون اولادي، يعني امبارح اولادي كانوا معايا، يا بابا المغرب عايزين نتفرج على ماتش المغرب. حاضر يا اولاد، قاعد بتفرج الصراحه، ماشي، اهو وقت مع الاولاد معايا. اما ما بتفرجش على التلفزيون لما اكون انا لوحدي، يعني انا مع نفسي ما بتفرجش. يعني بقالي 7 8 سنين ما بتفرجش على التلفزيون معايا، الا الحاجه يعني انا استفيد منها دنيا ودين. الصيام الشرعي دي شيء طبيعي، اثنين وخميس الحمد لله، ربنا يتقبل صيام النهارده. والخميس الجاي بذكركم اللي 25 26 27 الخميس والجمعه والسبت الجايين، 3 ايام البيض شهر رجب ان شاء الله، 13 و14 15، وكل لحظه وانتم طيبين. فانا مهتم بالصيام لان حسيت ان الصيام بجد طبعا لله سبحانه وتعالى، وبتحس بنشاط وتحس بحيويه وتحس بشباب وتحس البشره نضره وتحس ان انت خفيف ورايق روحاني. سبحان الله. يعني بعمل الصيام الشرعي. صيام الميه كنت اول انسان مصري في العالم عملت الموضوع ده.
تمام، من اكتر من دلوقتي دخلت على 30 سنه، عارف الفكره دي، وجربت الفكره دي من 2003 لحد دلوقتي، يعني 21 سنه بعمل صيام الميه على طول. واللي يقول لي صيام الميه ايه، خش على قناتي، انا عامل 500 فيديو بتكلم عن الموضوع ده. اشرب ميه وما اكلش، وعملت 40 يوم ما اكلش، تمام. اللهم صل على، وبعد كده الناس كانت بتهاجمني، انت بتعمل مش عارف ايه، وده ده هيموت ومش هيموت، وعضلات، عندي عضلات، وبجري وبلعب كوره، و60 سنه يعني ماشي في 61 سنه، ومشترك في سباق الماراثون في هامبورغ 28/4، وفي برلين 29/9. ربنا يعني يدينا الصحه يعني، الحمد لله، رغم ان انا عامل عمليه الفتق الاربي بقالي شهر ونص، والله المستعان. وعندي استعداد نفسي ومتحدى نفسي، متحدي نفسي. ومهم جدا الانسان يتحدى نفسه وينتصر على نفسه، وربنا يسهل الامور. ده الصيام بالميه. الصيام الشرعي، الصيام المتقطع، بعمل وجبه واحده في اليوم، وجبه واحده، وبقالي فتره. يعني صيام شرعي، صيام ميه، صيام متقطع، صيام على التلفزيون، بمشي حافي، واول انسان مصري يمشي حافي. ما شفتش في الالمان بيمشوا حافي، وده صحي. ده كله انا بتكلم على الصحه، الحمد لله، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام. باكل اكل، تمام، صحي، ولا باكل ولا رز ولا مكرونه ولا بطاطس، ده نهائي معايا، ولا حلويات، ولا معجنات، ولا سكريات، ولا زيوت نباتيه، ولا مشروبات غازيه، ولا دهون، ولا لحمه حمراء نهائي، ركزوا في كلامي، ولا لحمه بيضاء ولا سمك. اللحمه البيضاء طبعا صحيه، والسمك صحي، عشان ما حدش يقول لي انت لا، ده خدت قرار خدته ليه. بالنسبه للحمه، سمعت هنا دكاتره في المانيا كترها بتجيب سرطان للرجال والسيدات معايا. اللحمه البيضاء صحيه، بس ما تعرفش بقى ايه الفراخ دي بيعملوها فين، ولا البط بيزرعوها فين، والاكلها ايه وبتاع ايه. فقلت امنع واجرب واشوف جسمي هيقول لي ايه، لان على فكره كل واحد جسمه يختلف عن التاني. انت ممكن تاكل لحمه وتاكل وتبقى 100 100، شوف جسمك بيقول لك ايه. فانا جربت دلوقتي اللي باكل خضروات وسلطات وفواكه ومكسرات وبيض، بنام 5 ساعات، طاقه، حيويه، نشاط، خفه، روحاني، الحمد لله، كله بفضل الله سبحانه وتعالى معايا. ولا اللحوم الحمراء ولا اللحوم البيضاء ولا السمك معايا. طب بتاكل انت يا عم انت سبت لنا ايه يعني. انا عملت فيديو كنت عامله على التيك توك، ورحت حاطه من قيمه حوالي ربع ساعه، ممكن تشوفوه. ده اكل، ده اكلي، الحمد لله. يعني انا باكل مركز على السلطه، على السلطه، على السلطه يوميا. يعني السلطه لازم عندي بحب، مش لازم يعني، باكلها بحب سلطه. اللهم صل على النبي، البيض، المكسرات، التمر، ده، والفاكهه طبعا، ده اساسي. يعني ممكن اكل سلطه وفاكهه ومكسرات، اللوز والجوز طبعا، واللهم صل على النبي، والفاكهه والتمر. ممكن ما اعملش طبعا، بعمل ممكن اعمل عدس، ممكن اعمل بتنجان، ممكن اعمل حمص، ممكن اعمل باميه، ملوخيه، خضروات، واكل طازه. وباكل بالراحه، باكل بالراحه جدا، يعني ممكن اكل ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص. الاكل، المضغ بالراحه جدا. وطبعا باكل وجبه واحده. لما كنت بعمل صيام متقطع وجبتين، ما باكلش بين الوجبتين. وبعمل حاجه كمان يا جماعه مهمه جدا، ما بشربش ميه قبل الاكل بساعه، ولا مع الاكل، ولا بعد الاكل بساعه ونص معايا. ولا قدامكم اهو جسمي اهو، الحمد لله. وكنت عامل على التيك توك الشهر اللي فات، تمام. وانا الشهر اللي فات ايه ده الشهر ده، الشهر ده 3 ايام صايم. انا كنت بصور كل يوم وزني ومحيط وسطي، كان وزني 80 ومحيط وسطي 87. فنشوف الشهر الجاي، هعمل برضو 3 ايام، يوم 12 ان شاء الله اتنين، هعمل 3 ايام اشرب ميه بس، هصور لكم يوميا، هعمله على اليوتيوب وعلى التيك توك برضو، محيط الوسط ووزني، وفي طاقه معايا. وبستعد عشان سباق الماراثون في هامبورغ، انا مشترك الحمد لله، مسجل من السنه اللي فاتت من زمان. وفي برلين مسجل من شهر 10 السنه اللي فاتت. وسبحان الله قالوا، ابعتوا لي ايميل وقالوا هناخد من قرعه، يعني مش اي حد باخدوه. طبعا كتبت بياناتي وسني ومش عارف ايه، وبلعب، وقبل كده دخلت امتى، وحاجات بتكتبها كده. فانا طبعا نسيت بقى هيبعتوا قرعه، قلت اكيد بقى مش هيبعتوا يعني بس انا كنت حاسس
احساس كده داخلي سبحان الله اللي هم ياخدوني. فانا الصراحه نسيت، ما حطيتش الموضوع في دماغي يعني. ففوجئت لقيته بعتين لي ايميل قال لي انت الحمد لله وصلت في الموضوع دوت، يعني خدناك في القرعه، وحظك كمان حلو ال 50 سنه يوبيليوم في برلين في شهر 9 عشان ال 50 سنه بيعملوا الماراثون يعني، فعاملين احتفالات يعني. فقلنا حلو ليه لا؟ رغم ان انا اعمل عمليه بستعد وربنا يسهل يعني. في ناس يقول لا غلط وناس يقولوا مش عارف ايه ودكاتره، فانا قلت ايه، هسمع صوت جسمي وانا بتدرب دلوقتي وجسمي هيقول لي. يعني اي حد يقول ماشي مع احترامي للجميع، بس انا بسمع صوت جسمي دايما يعني، والحمد لله. فالحمد لله بنام بدري، مهم جدا اللي عايز يسمع. وبقول من تجربه شخصيه، انا قلت انا مش دكتور ولا متخصص ولا بتكلم تجربه شخصيه، وبتكلم من جوه من قلبي، وهادف على التيك توك او على اليوتيوب مش عاوز حاجه، انا بحاول افيد الناس ولا عاوز حاجه خالص. واللي يعرفني انا بقالي يمكن 11 سنه على اليوتيوب، عمري ما قلت لحد خش لي كذا ولا خاص ولا. انا مش مقتنع كحاتم ولا في حاجه اسمها تنميه بشريه، مش مقتنع بيها تمام، ولا طاقه علوم الطاقه، انا مش مقتنع بيها. انا بقول طاقه بتجربتي، انا بقوم انا اصلي قيام الليل، اقرا سوره البقره الحمد لله بقراها بفضل الله كامله يوميا بفضل الله، وتصلي الفجر في المسجد. فدي طاقه، بتاخد طاقه من المصدر، كل حاجه من المصدر من الله سبحانه وتعالى، السعاده من المصدر والغنى من المصدر، كله جوه. فانا كل حياتي جوه، عشان كده انا جسدي هو سكني. وانا قلت فالادراك بالجسد الداخلي هو الوعي، وكل المشاكل دي اوهام بينسجها العقل. فكل ظروفك الحياتيه دي كلها من اعمال عقلك، ومن وجود الزمن، تفكير في الماضي والمستقبل. دلوقتي انا عايش دلوقتي، النهارده الاثنين دلوقتي الحمد لله. وكمان عشان ما انساش، انا بعد قليل رايح للدكتور، يعني اتصلت بالدكتور من الاسبوع اللي فات، السكرتيره قلت لها انا عايز احلل فيتامين د وب 12 والغده الدرقيه والسكر السكر السكر والضغط معايا، السكر التراكمي، انا اتطرد من الدماغ الصراحه، السكر التراكمي. فقالت لي ايه ومش عارف انت مش تعبان وبتاع، قلت لها يا ستي على حساب الخاص مش مشكله. قالت لي ما نقدرش، تعالى وتتكلم مع الدكتور والدكتور هو اللي يقرر. ماشي. لان انا الحمد لله بفضل الله، مع ان الواحد صحته كويسه، بس انا اروح دكتور الشهر الجاي، عندي دكتور اسنان لازم الحمد لله، السنه الواحد الحمد لله ما شاء الله بسم الله وما شاء الله واللسه بفضل الله، لاني معتني بصحتي، ده امانه معايا. فهشوف حل النهارده، وافق دكتور ماشي، ما وافقش خلاص هعمل ايه؟ انا عايز اقول له انا رايح هلعب هجري وعايز اطمئن على صحتي، يعني لازم اشوف. انا مش حاسس بحاجه، بس ليه لا؟ ليه لا؟ الواحد يهتم بصحته، يعني الواحد يعني مثلا لو عنده عربيه بيهتم بالعربيه وبيته ونظافه بيته ومش عارف ينظف من نفسه من جوه، مشكله يعني. ودكتور الاسنان اروح له برضه كل 6 اشهر، ودكتور العيون الشهر الجاي ان شاء الله. فمهم جسمك لازم تاخد بالك منه، ده امانه شايلين 24 ساعه معايا. فمهم جدا تهتم بصحتك وتهتم باكلك وبنومك، النوم بدري الصحيان بدري مهم جدا، الاكل الصحي. يا جماعه والله العظيم صدقوني سبب امراضنا الاكل وافكارنا السلبيه. انت اللي بتصنع دمك، والله انت اللي بتصنع دمك بافكارك انت. فالافكار الايجابيه بتشفيك من جميع الامراض. والامتنان، الامتنان واحد يحمد الله، هرمونات السعاده كلها تشتغل. فشغل هرمونات السعاده، بلا هرمون الكورتيزول يشتغل من الغده الكظريه. طب وليه؟ وسبحان الله سبحان الله جسمك ربنا بيجدده على طول، يعني انت بتتولد من جديد. لو تهتم بجسمك عندك 100 تريليون خليه في جسمك، يعني وكل ثانيه 7 مليون خليه، يعني 100 مليار خليه يوميا بتتجدد. سبحان الله. انت مش محتاج دكتور ولا محتاج دواء، انت الدكتور وانت الدواء. انتوا عارفين الادويه بتدمر جسم الانسان، طبعا شركات الادويه هتزعل مني والدكاتره نيتي خير يا جماعه، انتوا عاوزين مش عايزين صحه الناس ولا عاوزين فلوس؟ مش عارف يعني، المهم الله المستعان. فعشان كده الاكل الصحي سبحان الله، لما تاكل اكل صحي هرمونات السعاده، يعني السيروتونين والدوبامين في الامعاء اكتر من 80 90% في الامعاء، وجهاز المناعه 80% في الامعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المعده بيت الداء مش في العقل. فانا الناس يقول العقل السليم في الجسم السليم، حتى ما بيقول الجسم السليم في العقل السليم، لان الامعاء كويسه جهاز الهضم كويس جسمك هيبقى كله كويس. والاكل ده مش لو مؤاخذه
صندوق زباله يعني اي حاجه نحط، لا، ولا هنا. فانت صحتك وقدامك اهو الحمد لله شباب. وانا بقول مفيش حاجه اسمها شيخوخه، ما حدش قال الكلام ده، ولا في حاجه مرض، ولا في قلق، ولا في غربه، ولا في وحده يطلع غربه، مفيش. كله حسب افكارك انت، حسب ما في داخلك، كله جواك. العالم الخارجي مرآة ما في داخلك. فانت شوف بتفكر فيه هتلاقيه، سوف تفكر سوف تكون. فانت افكارك لازم تحفز نفسك بنفسك، ولازم يبقى عندك اراده بتحدى نفسك. فالكلام اللي انت بتقوله بنفسك راقبه، شوف انا مبسوط تلاقي نفسك مبسوط، انا زعلان تلاقي نفسك زعلان. يا ريت توصل يا جماعه، ده عمل قناه يا جماعه، انا بتكلم من قلبي، مش محضر، الكلام بيطلع تلقائي، ممكن ملخبط مش عارف ايه، بس هو اللي جوه بيطلع، ولا دكتور ولا متخصص، تمام، ولا بطلع اقول انا مش عارف ايه وخش لي على الخاص ولا مش عارف، لا، انا تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى، وهدفي ونيتي تمام ارشادكم، مش بنصحكم، ارشادكم. او قدامكم انا بقول تجربه، تجربه، مش بترجم كتاب، ولا بقول انا واخد دكتوراه من كذا ولا كذا، مع احترامي للجميع، لا، انا بقول تجربه شخصيه 21 سنه. وانا عايز الدكاتره اللي بيطلعوا بيتكلموا على الصحه وبيتكلموا على مش عارف ايه ويكون عنده 60 سنه زي العبد الله، تعالى لي سباق الماراثون، اجري معايا ونشوف النفس. يعني ده تحدي بقى. مش تحدي يعني، تجربه اهو، تجربه شخصيه. وبعمل لايف على التيك توك يوميا، وبقول محتوى. طبعا لو طلعت قلت انا دكتور ومتخصص العالم كله هيخش، اما انا بقول تجربه شخصيه الحمد لله، فما تفرقش. انا على فكره والله العظيم دخل ناس كتير، دخل قليل، اشترك كتير، عادي، كله عادي عندي، ما تفرق، انا مبسوط. ما اي انسان عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز سلام، عايز راحه، ده النجاح والذكاء في الحياه، سلام فعلا، راحه بال، آه، حب، تحس انت من جوه كده حب مطلق رباني، سبحان، كله رباني من المصدر، رايق، فرفوش، طبيعي، صحتك حلو. ده النجاح والذكاء في الحياه، مش بره الايجو. انا عندي كام مليون وعندي شهادات، ده كله ايجو، ده كله مرض، وهم. الناس يقول لك انا ومش انا الله المستعان، ربنا يهدينا جميعا. يشتركوا في القناه يا جماعه، دعموا القناه واسالوا، وسامحوني ان انا ما بجاوبش والله، معلش يعني، بس دعموا القناه عشان تشجعوني انا كمان، يعني شجعوا حتومه ودعموا القناه. والله هفيدكم بتجربتي الشخصيه. الحياه حلوه وجميله وسهله وبسيطه، والله ما مستاهله شيء، والله العظيم ما مستاهله شيء. انت الحياه، وانت الحب، وانت السعاده، كله جواك، والله العظيم كله جواك او جواك. فاضحك، سامح، حب، والله العظيم. شوف لما تسامح وتحب، شوف حياتك هتبقى عامله ازاي. سامحوا يا جماعه وحبوا، وحبوا واشتغلوا على نفسكم وحبوا نفسكم. حب نفسك هي الاول قبل كل شيء. فالاكل الصحي الواعي الروحاني كله بفضل الله، وانت حسب افكارك، كله من صنع افكارك انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا دعم حتومه الشاب المصري. انا انسان روح ونور من الله سبحانه وتعالى، ولا بقول ما مش عارف عندي ايه، لا، انا انسان روح ونور من الله سبحانه وتعالى. يا ريت توصل يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.